الغريب إن أهل السفينة عاشوا وماتوا ما يعرفوش إن سيدنا الخضر لما خرق السفينة كان بينقذهم من ملك ظالم. ويمكن كمان أهل الغلام فضلوا طول عمرهم بيدعوا على اللي قتل ابنهم. حكاية سيدنا الخضر مع سيدنا موسى مش بس بتقول إن في حكمة إلهية في كل ابتلاء، لأ، كمان بتقول إن مش بالضرورة أهل الابتلاء يعرفوا الحكمة منه. وده بقى الاختبار الأصعب. ما هو مستحيل يعني ربنا يقولك أنا عملت كده ليه. مش لازم تعرف الفصل التاني للحكاية. عشان كده الصبر مش مجرد صفة محمودة. الصبر بيقصقص جناحات الإنسانية اللي بترفض التسليم بأمور ما تعرفش الهدف منها. الصبر ده معجزة.